18، موكوينا 4، مفالا 34، موكيليدزي 21، مبولي 24، ماودو 25، موديبا 17، شاروليلي رقم 38، مورينا 27، زواني 18. تبديل وحيد حصل في تشكيل ماميلودي هو مكوليزي يبدا اساسي لان اللاعب مايما طرد في اللقاء الماضي، دائما ثبات في التشكيل. بالنسبه للمدرب موكوينا امامنا على الصوره الذي احدث ثوره على مستوى ماميلودي سان داونز بالاسلوب الذي يلعب به. نعم، اسلوب الجماعي الراقي جدا على مستوى الخروج بالخلف. الدقائق الاولى مهمه جدا بالنسبه لنادي الوداد لان سان داونز عاد 90 دقيقه. كره وداديه ملعوب على الجهه اليمنى فيها عرضيه خطوره، ويليامز يتابع الوداد يبادر. الوداد نادي الماميلودي سان داونز المراوغه، البحث عن الحل والعرضيه. يعرف بان اللقاء سيكون صعب يا المطيع. هذه عمليه تنسيلال خطير. نقله على الجهه اليمنى دائما مودو مع مورينا العرضيه، ولكن الميدان مع ادوار هجوميه لمودو وموديبا على الاطراف. مكوليزي ومبولي ماميلودي سان داونز، واربع تعادلات اخيره في الدار البيضاء، 0 مقبول في المستوى. نتمنى ان هذا الثنائي يكبر اليوم في هذه المباراه الكبيره. يرسل في دار المدافعين محمد وناجم محاوله المرور، ولكن يغطي عليه ايوب العملود. امين ابو الفتح يرسل طوليه، لاحظ دفاع موديبا يحاول يبحث عن اللاعب الزواني. موديبا لا زالت هنا مضايقه لاعبي موديبا. يرجع لي مفالا حمود، والانطلاقه في هذه المرتده، 1 على 1 ممكن سدد الكره، لكن هنا غطى عليه المدافع في نهايه المطاف. تخرج مباشره الى ضربه مرمى. هذه المرتدات اللي ممكن يلعب عليها المدافع. تمشي كره اماميه لمن هنا يقاتل قريب منه عبد الله حمود مره ليحيى. الله يحيى العرضي، مساحات في الخلف، يعني ممكن اي كره في العمق. كره اليسرى، امين ابو الفتح يغطي، حذاري من ارتكاب اخطاء داخل المنطقه، والمطيع يتصدى ثاني اختبار. هذه الكره يبقى قريب منه محمد أناجم. يحيى عطية الله مرة أخرى. فريق الجنوب إفريقي أمامية الرأسية محمد أناجم مع الزهير. هذه كرة يحيى جبران. سان داونز ضغط رهيب يفرض عناصر السان داونز. امشي سدد. هي عبد المنعم بوطويل امام زوير المترجي. كان ممكن ان يفعل نادي الوداد الرياضي في هذه الكره، كان ممكن ان يسجل الوداد في افضل وجود مدافع الوداد. العرضيه خطيره، والمطيع المطيع برافو يوسف، المطيع برافو، قتالية يظهر يوسف، لكن أين هي الرقابة للاعب السان داونز؟ كان وحده كما جاءت هذه الكرة. شوف الإعادة، تموضع بعض اللاعبين داخل المنطقة، هنا في معاناة كبيرة. انتظر التسديد يا رضا، كنت انتظر التسديد. يحيى عطية الله يرفع لي الكرة، دخلت ودادية، وزوير حذري من مرتدات الماميلودي. هذه العرضية، المطيع يا كبير، المطيع يا عملاق، المطيع نعم السد حاضر هنا في تصدياته، يتحدى مهاجمي الماميلودي سان داونز. برافو يوسف المطيع، هذه مبارتك اليوم يا المطيع. شوف الماضية ستلعب هذه الضربة الحرة لفائدة الماميلودي. الترجي يحاول يمر، المترجي عنده لاعبين امامه، لازال يحافظ على ديال الكره الى الخلف، ولكن ايضا هذا سلاح ذو حدين لماميلودي. هذه العرضيه اذا واصل لاعب المباراه. هنا الكره تمشي ناحيه عناصر فريق الوداد، يمر الكره في منتصف الميدان. التغطيه الدفاعيه والحكم صفر خطا، عوض الاحتفاظ بها وعوض التباطؤ وعوض البحث عن المراوغات. هذه الاعاده على جهته اليسرى، النقله بهذا الشكل. يحيى يتقدم في دفع هنا للدفاع عن قميص الوداد، وناجم التسديده. ويليامز يتصدى، لا زالت هنا وداديه. العرضيه اليسرى، نقله ناحيه لاعب موديبا، يحاول يمر العرضيه. امين ابو الفتح مرفوع هذه الكرة. المطيع عندك يا المطيع، شارولي يطلب الكرة في العمق، هذه كرة أمامية بالراس. موديبا زواني
والتدخل برافو. البينية هذه صعبة 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 صعبة، مرت عالية على الجميع، مرت عالية على الجميع أمام غضبي ونرفزتي. لعبة ثنائية، زولا رد بالك والمطيع يخرج. يا أمين يا أبو الفتح مع زولا، أمين يتردد بعد الشيء. سلامات زولا، زولا الكرة أمامية من جديد لعناصر الماميلودي. سترفع ديال الكرة بالراس يا زولا، ممتاز. يوسف المطيع في الحراسة، أيوب العملود، أمين أبو الفتح، زولا. الآن شوط ثاني، 45 دقيقة من القتال بالنسبة للاعبي الوداد. كرة انطلاقة من الجهة اليمنى، فيها عرضية، فيها تدخل بعد في الأيمن، رجعت إلى مبولي. هذه عرضية داخل المنطقة بالراس يا العمرود بالراس، يا العمرود بالراس، تتحول مباشرة إلى محاولة خطيرة عن طريق اللاعبين. موديبا تلعب هذه العرضية، ونجم في المساحة، الكنترول ياخذ وقت كثير، ونجم لاستلام الكرة واغلق المجال. يحيى عطية الله كذلك، هنا مرفوع الكرة بالراس، تدخل يبحث عن التسديد مرة أخرى لعمبولي، هذه صعبة، متابعة من يوسف المطيع. مباغتة هذه الكرة من الزواني، مباغتة هذه الكرة من الزواني، هنا مباغتة حتى على مخرج المباراة. لم نشاهد اللقطة من البداية، في لحظة غافية التركيز، وفي لحظة ترك فيها عناصر الوداد الزواني ليسدد، لأنه حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سان داونز، حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سان داونز. جاءت التسديدة عن طريق اللاعب الزواني، وبالتالي الافضليه لنادي الوداد. طبيعي انه يبدا يتحرك للبحث عن التعادل. ايوب العملود يحاول يمر على الجهه اليسرى، هذه امكانيه التسديده مره اخرى، مرت عاليه اكثر من هذه، وبالتالي استقبل اهداف في وضعيات اصعب من هذه. من عبد الله حيمود، الله الله يا عبد الله، الله الله يا عبد الله العملود، العرضيه سيئه. ذلك زولا تلعب هذه الكره مرفوعه بالراس، تمشي لزوير المترجي، مر زوير، انطلق زوير، العرضيه والركنيه. الكرة هنا ومرور كان جميل من زويل المترجي بالضربات الراسية، ترفع من يحيى عطية الله، الراسية بعد ذلك يا زولا، بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. مخاطرة كبيرة من المطيع في مراوغة اللاعب سان داونز. خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة العرضية، المطيع يتصدى، المطيع يتصدى بعد ذلك، والكرة توصل من زواني. صعب هذا اللاعب، زواني صعب هذا اللاعب، طلع تغطية في حدود المعقول، في حدود المسموح به، وبالتالي الكرة سامبو حاضر. زولا ترفع ديال الكرة في القائمة الثاني في الجهة اليمنى، تغطية، المطيع يخرج في نهاية المطاف في التعامل مع هجمات سان داونز. تلعب هذه الضربة، التسديد ويليام، زوير هي ولا زالت ودادية. في التحركات، هذه العرضية الراسية، جول أيوب العملود بالراس، أيوب العملود بالراس، حتى في شباكك يا ويليامز. 1-1. الوداد يعود من بعيد، الوداد يفعل هنا في بريتوريا، الوداد يعدل، أيوب العملود بالراس، يا سلام، يودي هدف التعادل للكتيبة الودادية. صارت النتيجة 1-1. الهدف الثاني، هدف ثاني لماميلودي سان داونز. خطيرة توغلات داخل منطقة الجزاء، خطيرة توغلات داخل منطقة الجزاء كما شاهدنا في هذه الكرة. سان داونز يسجل ثاني الأهداف، سان داونز يسجل ثاني الأهداف في هذه اللحظات. سنتابع الإعادة، سنتابع الإعادة مرة أخرى. سان داونز يتقدم للمرة الثانية. الوداد يعدل قبل لحظات من نهاية المباراة. هكذا هو الكبير الودادي، هكذا هو الأسطوري الودادي، هكذا هم الوداد، لا يستسلمون، لا يتراجعون، لا ييأسون. هنا الهدف، هنا الهدف قادم، هنا المرمى أمامهم، هنا التعادل يأتي. هكذا العرضية، هكذا بالنيران الصديقة والشباك الجنوب افريقيا
صديقة. شكرا لمدافع الصن داونز.